نشوف الشيف احمد ايه راح يسوي مع السجق بالبيض دلوقتي، ونشوف الشيف احمد حاليا. لا بس الله ينور الشيف احمد، الشيف احمد محرج منكم يا جماعه ان هو يحكي. مش هينفع مش هينفع اشجع جمهورك. قول لهم السلام عليكم يا جمهور اهو. بس انت مكسوف ولا ايه؟ ما تخجلش، الجماهير العريضه هتقابلك في الشارع تحية عليك. خلاص هنصور ايدك بس. لا خلاص وحياة الله مش شايفينك، بص ايدين بس يا عم. انت جمهورك انت ليك معجبين يا احمد. اخر عليك انا عادي مفيش مشكله. يعني انت مخجل، بص اهي الكاميرا اللي انا بصورها اهي، فطبعا انت كده ما لا روح احل عن ايه؟ روح العب بخشي. انت عارفين يعني ايه يا جماعه معنى كلمه بوكشي؟ قدام المستمعين، قدام الجماهير العريضة والجماهير العريضة. يعني انت عارف لما يكون في جماهير مشجعين بالنسبة لك دي حاجة ترفع من مستواك المعدني. المعدني يعني غير معنوياتك اصلا. احنا كنا هنقطع يازر، استنى هنقطع الفراخ. وهذا الاكل كله لشو؟ لبكره عادي، يعني ايه المشكلة؟ وهاجي بكره الظهرية اسوي الاكل بمزاج وعليك هلا. والله انا لو محلك بصراحة ما بصراحة والله انا ممكن اعمل كده، يعني انا اسوي الاكل اعيفه كده وبكره اجي اخريها نفسي كده، اقعد بمزاج اشتغل واعمل اللي بدي اياه، واقعد اكل بيض بالبسطرمه. هاي بيض وهي بسطرمة وهي واقعد وانا هوجع قلبي دلوقتي وانت بتاكل ما شاء الله حمص وعملت الاكل في5 دقايق خلصت. انا ما اكلتش من الصبح ولسه هعمل اكل. لانك خرا مو ضروري كل يوم تجي لي تعمل لي اكل وبدك تخري. والله ما بعرف شو. خلص اطبخ بس تكون فاضي. انا اليوم مالي فاضي. خذ اقلي. دي اخرتها، خد اقلي ده بدل ما تقلي 20 بيضه ورغيفين ولا 15 رغيف وعشان انقنق فيهم. خلاص عليك.